السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. النهاردة يا جماعة هتكلم. يمكن انا اتكلمت قبل كده على موضوع انت في شخصيات معينة بتبقى موجودة في حياتك. النهاردة هتكلم على موضوع تاني مختلف، يعني هو بيدور حول العلاقات. والموضوع ده انا مش بذكر بيه يعني صفة معينة عشان بنات ما تزعلش وتقول ان انا في صف الرجاله ولا الستات. بس انا هتكلم فيه بمنطلق ان انا شاب والحاجات دي بتعرض عليا كتير. بس الموضوع ده يعني يحتمل يبقى مع البنت او يبقى مع الولد. الموضوع ده يا جماعة بيدور حول في نوع من العلاقة يا جماعة، بجد نوع مش مرهق، ده مرهق ومتعب، وتقدر تقول عليه كل حاجة. هنتكلم مثلا لو اتنين مرتبطين مع بعض، خلينا نتكلم بصورة أوضح. ارتباط بمعنى ارتباط شرعي، يعني مخطوبين في النور، الناس كلها بتعرف. حلو. لما هما بيتعرفوا على بعض يا جماعة، إذا كان الولد ولا البنت، في نوع كده غريب بيبقى اللي هو ببعد عنك، مش بعرفك أخباري، مش بقولك أي حاجة، وارجع زي ما أنا عاوز. ولما الشخص التاني يعاتب، الشخص التاني اللي هو في العلاقة لما يعاتب، هنقول الشاب مثلا لما يعاتب البنت في اللحظة دي، يعني والعكس برضو، في اللحظة دي بيحصل ايه؟ بيحصل انكار غريب جدا، يعني انكار غريب. وكمان غير الانكار بيحصل حاجة مستفزة بصراحة، اللي هو احنا بنسميه بيقلب الترابيزة. طب لا، انت ما بتسألش. والفكرة انه الناس دول يعني اللي هم بيعملوا كده بيتكلموا جد. يعني طب انا ما بسألش ازاي؟ ده انا كل مرة بتصل، انا كل مرة بسأل، مش عارف ايه. احيانا كتيرة جدا تلقى التليفون مغلق، احيانا كتيرة جدا تلقى بعيد، احيانا كتيرة جدا تلقى ما بيسألش عليك. حاجات غريبة في العلاقة. الفكرة يا جماعة اللي بيفرق معانا ايه هنا؟ اللي بيفرق معانا يا جماعة انه احنا، انا بحس ان احنا بنقابل كذا مشكلة. اولا المشكلة انه انت ما بتعرفش توصل صوتك او تتكلم او تطلع نفسك ان انت صح، وانت بتكون صح بس انت مش عارف. من كتر ما انت في انكار وفي حاجات كتيرة جدا. الشخص ده كل ما انت بتكلمه يقول لك انت اول حاجة، لو مثلا بتحبوا بعض، يقول لك انت ما بتحبنيش، انت بتشك فيا. بس القصة دي بتحصل. الحاجة التانية بعد ما الشخص ده هو بص اقول لك على حاجة. احنا العلاقات اللي زي كده يا جماعة بنبقى متأكدين مليون في المية ان العلاقات دي كلها، مش عارف بيسموها توكسيك ولا بيسموها ولا علاقة نرجسية، ايا كان علاقات سامة. انت بتكون عارف ومتيقن مليون في المية انه العلاقة دي ما ينفعش ان انت تكمل معاها. يعني انا كشاب انا ما ينفعش اكمل مع شخصية زي دي. بس بجد يعني هكون صريح، في نوع كده من الناس يا جماعة بيتخللوا جوانا، ما بتعرفش، انت مش عارف ان انت تتخلص منه. ما اعرفش بيسموه ايه بصراحة، دي في علم النفس ولا بيسموه ايه، مش عارف انت تتخلص منه. ممكن تعمل حظر، ترجع تفك الحظر تاني. ما تكلموش، ترجع انت تكلمه تاني. يعني بجد ما بتعرفش تخلص من العلاقة دي خالص. ويعني من كتر ما ان العلاقة بتبقى مرهقة وسامة وكل حاجة، بس انت يعني انا اعرف ناس كده والله بيقول انا ما بعرفش، انا مش عارف بيقول لي عبد الرحمن انا مش عاوز اكمل، بس ما بقدرش ما اسمعش صوته، ما بقدرش ان انا ما اكلموش، وما بقدرش ان انا ما اعمل كده يعني. بصراحة انا يعني لو حق لي ان انا انصح او اتكلم، انا بصراحة يعني الحاجات اللي زي كده برجع بيها بدماغي بعقلي. لازم اعرف وتيقن في مليون في المية ان الشخص ده لو بيحبني هيدفع فواتير وهيدفع حاجات كتيرة جدا عشان خاطر يستاهل الحب اللي هو بيقول عليه ده. لكن واحد بيعمل فيه كده، لا، هو مش بيحبك على فكرة. هو بص، يعني انا اللي عرفته ان الناس دول سبحان الله الدماغات دي كلها مش واحد. عمر دماغ فلان عن فلان عن فلان عن فلان بتفرق. فالشخص ده في حاجة جواه خبيثة مش بيعرف يقولها، وعاوزك تفضل معاه على طول، عاوز يعذبك، عاوز حاجات كتيرة جدا. بس حب أنا ما أعتقدش. يمكن في الفيديو ده أنا بحب أقدم النصيحة للبنات وللشباب وأخواتنا، ما تحاولش تعلق نفسك بعلاقات زي دي، لأن العلاقات دي ما ينفعش إن أنت تكمله بعد كده. يعني ان انت ترتبط وتكمل بيه ما ينفعش. صدقني ان انت اكتشفت انه الحاجات دي ان الشخص اللي بيدخل ده فجأة ويخرج ده ما ينفعش. بجد يعني ما ينفعش ان انت تكمل معاه.
اللي زي ما قلت قبل كده ان هو مش بيعرفك بيعمل ايه، ولا بيعرفك ايه دنيته ولا اي حاجه، ويرجع براحته ويروح براحته. ده ما ينفعش. فخلي بالكم وحكموا كل حاجه بالعقل. العواطف دي اركنوها على جنب، حكموا كل حاجه بالعقل يا جماعه. بس ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه، واشوفكم على خير فيديو جديد.